السلام عليكم، اهلا بيكم مع مشريف. النهارده هنعمل مع بعض طريقه سلق الكرنب. انا عملت لكم فيديو كامل عن المحشي وسالتوني كتير قوي على سلق الكرنب بالتفصيل، وكمان سالتوني على سوى المحشي بالتفصيل. انا عملت لكم فيديو عن تسويه المحشي بالتفصيل، ودلوقتي هعمل لكم الفيديو عن سلق الكرنب. هو سهل جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله، بس جاتني اسئله كتير عليه، وازاي تسيبيه قد ايه وتقلبيه بعد قد ايه، وانا بعمله بينهري مني. انا هقول لكم الطريقه بالتفصيل. اول حاجه دلوقتي انا حطيت ميه تسخن على النار، وحطيت عليها شويه ملح وكمون. ملح يحدق لي الورق، مش ملح كده يعني نقول مثلا ربع معلقه ولا نص معلقه، لا، ملح على قد الميه اللي انت حطاها. يبقى حطها حلو عشان الورق بتاعي يبقى حادق وما تبقاش الكرنبه بتاعتي دلع. طبعا انا عملت لكم فيديو برضو ازاي تشتروا الكرومبه وتبقى كرومبه حلوه ودوره كده، وتاخديها يبقى ورقها رقيق ما تبقاش ورقها تخين. ممكن ابقى احط لكم الفيديو ده على اخر الشاشه. دلوقتي هجيب السكينه وهقطعها مع بعض. دلوقتي انا بجيب السكينه اهيت، وباجي عند اخر حته من راس الكرومبه، وبحط السكينه في الاخر كده اهو، شايفين اهو. معلش بقى لو التليفون اتهز اهو. هدير الناحيه التانية اهو، هاخدها برضو لحد الاخر. هلف الكرومبه. حبايبي انا سلقت كرومبه اهي زي ما انتم شايفين، سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. هعمل الثانيه معاكم اهي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو، اهم حاجه ان الكرومبه اللي تعمليها تبقى على قد الحله. بصوا اهي، لو انت الحله بتاعتك صغيره تقدري تجيبي الكرومبه بتاعك صغير. في حل كمان، لو انت ما عندكيش حله كبيره تسلقي فيها وانت جبت كرومبه كبيره وخلاص، بالراحه كده بتشيلي الورقه من هنا من الحرف كده اهو اهو. بصوا بكل سهوله الكرومبه الورقه بتطلع اهي. بصوا بالراحه. خلصتي الورقه بتيجي على الورقه التانية اللي زي دي كده اهي، بتفرديها كده من الجناب بالراحه وبتطلع معاكي برضو، وتعملي الكرومب ورقه ورقه. بس طبعا الاحسن ان انت بتحطي الكرومبه كده كلها على بعضها، بتنجز معاكي كتير جدا. عايزه اقول لكم كمان ان انا بقطع وانا بسلق، يعني ما باخدش وقت. يعني مسافه الكرومبه اللي انا احطها مثلا دقيقتين، بيكون الورق جنبي اللي انا طلعته قبل كده، بقطعه بسرعه عشان ما اخدش وقت. عايزه اقول لكم كمان لو انتوا هتفرزوه، يعني ما تعمليش عليه في السليق قوي. يعني مثلا لو انا هفرزه دلوقتي، هجيب الكرومبه انا لسه حطاها اهوت، يا دوبك هي خلاص اتشمعت كده من الميه، هقلبها على طول واطلع يا دوبك يعني بصوا الورق بتاع الورق اللي انا هسلقه، قصدي اللي انا هحشيه، الورقه عامله ازاي اهي، طريه اهيت على قد اللف. لكن الورقه اللي انا هخليها في الفريزر لازم تكون محمله. يعني لو انت هتلفيها دلوقتي ما ينفعش تلفيها. يعني مثلا هناخد مثلا كده حطيناه اهو، ونقوم جايين عاملين كده قلبين الكرنب اهوت. بصوا كرنبه لسه يا دوبك اهي، بصوا لسه ورقها محمل. هقلبها الناحيه التانية واطلع بسرعه. هي دوبك احنا عايزين بس ايه، ان الورق يشم الميه المغليه لو في اي حاجه تروح، وفي نفس الوقت يبقى الورق بتاعنا مش مجلد اهو. لكن انا طبعا مش هحطه في الفريزر، انا قلت لكم تسلقوا ازاي، لكن ساعه هوريكم ازاي برضو تحطوه في الفريزر، تقطعوه ازاي وتحطوه في طبق فل كده، ترصوه بحيث ان هو ينزل كل الميه اللي فيه، وانت بتشيليه يبقى تشيل واحده بوحدتها، ما يتقطعش منك برضو يتبهدل. انا هسيبها كده كمان دقيقه كده ولا حاجه على النار، وهقلبها تاني سوا. دلوقتي هقلب الكرنبه اهيت. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم بالراحه، نخلي المقصوصه بتاعتنا بصوا وايدينا بتسند، ما تخليش المقصوصه تعور الكرنب بتاعك اهو. بصوا وتقلبي كده تغيري معاه اهو، انقلبت بكل سهوله. هسيبها برده دقيقتين على الوش ده، وهنرجع تاني واحنا بنشيل الورق. دلوقتي هنطلع الورق بتاعنا. اللي بيقولوا لي بنمسك الورق ازاي ونطلعه ازاي، حاجه سهله جدا. انا بايديا اهو بمسك الورقه من هنا بالراحه، بتطلع معايا بكل سهوله. شايفين الورقه؟ معلش بقى لو البخار جه على الكاميرا اهي. بصوا عدله الكرنب اهي، بمشي وراها ورقه ورقه بالشكل ده اهو واشيلها، بتطلع معايا بكل سهوله. الدور على دي بصوا، يعني ما اجيش مثلا امسك دي، ما ديت وانا بشيلها هي دول كابسين عليها فيتقطع مني الورق، فانا بمشي على الورقه بالتدريج. بصوا اهو، يعني نمشي على ورقه ورقه كده بالترتيب، والورق طالع بصوا ما شاء الله سليم اهو. بصوا
اهوت مفرفط كده اهو. بصوا ما شاء الله الورق طالعه سليمه، مسلوقه حلو. بصوا لا هي فيها حاجه، اللي تحت ده لسه ما اتعملش اهو، يعني ديت لسه الميه ما وصلتلهاش. هغطسها تاني كده بالراحه اهي. هجيب دي اللي عليها الذره اوسع عليها كده شويه اهيت، لسه برضو لا اهي. خلي دي يبقى دي. بصوا اهي. طبعا انا هكمل بقى بقيه الكميه بالشكل ده وارجع لكم تاني واحنا بنقطعها. ودلوقتي هنقطع الكرنب بتاعنا وهقول لكم ازاي برضو تحفظوه في الفريزر. اول حاجه انا بجيب الورقه كده، طبعا ما بقطعش على الخشبه، بقطع على ايدي اسهل. بجيب الواحده كده اهو. بصوا على اخر الحفظ دي ناشفه، دي كده كده ديت مش هنحشيها لان دي هتبقى عروق ناشفه، هتخلي الصباع بتاعنا كبير. اللي بيتحشي هي بس الورقه الرقيقه الجميله دي. فانا هاجي بحرف السكينه كده من الاخر كده هقطع كده. بصوا العروق ده بيتخلل، ممكن بنقطعه وبنحطه في ارضيه الحل قبل ما نلف. بصوا بقى بنتحكم في حجم الصباع اللي احنا عايزينه اهو. ممكن الورقه نعملها على 3 او على 4 زي ما احنا عايزين. باخد الورق بتاعي ده كده وضروري احطه في مصفى واقف اهو. ليه؟ عشان يصفي كل ميته. هعمل لكم واحده تانية على الخشبه للي ما بيعرفش يستخدم كده على ايده. نفس الشيء اهي. هلم الكرنبه كلها على بعضها والعروق اهيت الناشفه ديت اهيت. هاجي كده بالراحه هشيلها خلاص. هتيجي ادي الورقه بتاعتي، حابه تعمليها على 2 اعملي، حابه تعمليها على 3 اعملي اهو. بصوا ادي الصباع بتاعنا اهوت والورقه اهي نفس الشيء. هاخدهم كده واوقفهم برضو. لو انت عايزه هعمل لكم كمان واحده بس كده. دلوقتي هعمل لكم كمان واحده اهيت على الخشبه. نيجي على اخر العرق اهو زي ما قلنا ونلمه كده. هنعمل ادي 1 ادي 2 اهوت. الورقه دي كبيره شويه اهي، عملناها على 4. ضروري نصفي الميه، ضروري نحطه كده نصفي الميه. بعد ما نصفي الميه واحنا عايزين نخزنه بنجيب اطباق فل زي دي، بس طبعا يكون الطبق اكبر، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى هنعمل ايه. شايفين الورقه؟ حابه تقطعي الورقه على حسب الصباع قطعي، حابه تقطعي الورق زي ما قلنا. يعني في ناس بتحب تمسك الورقه كده وتقطعها بالشكل ده كده على قد الصباع كده وتحشي. انا من الناس اللي ما بحبش كده، انا بحب اخد الورقه زي ما هي كده مفروده. وطبعا لما بنيجي بنحشي بنخلي الورقه اللي فيها حز عريض دي لجوه والورقه الناعمه هي لبره. يعني شايفين الحز العريض اهو، الف كده اهو. بصوا اهو واقطع يبقى معايا صباع المحشي فل اهو. احطه نجيب الورقه اللي بعدها الفه برده بنفس الشكل. وانا وريتكم ازاي تحطوا الرز في الصباع المحشي عشان ما يطلعش من الجناب كده. لو حابين تشوفوا التفصيل كل تفصيله في المحشي شوفوا الفيديو كامل. بصوا اهو وبقطع الف واقطع بدل ما الورقه تتحكم فيا، والوقت اللي انا هاخده في تقطيع الورق هاخده في اللف. هنجيب الورق بتاعنا بالشكل ده ونوقفه كده اهو. لو احنا بقى هناخد الورق خلاص صفيناه حلو جدا اهو، هنرصه كده اهوت بالشكل ده اهو. وهنقعد بقى نعمل دور تاني. بصوا واحده جنب واحده جنب واحده جنب واحده لحد ما نملى الطبق، ونجيب كيس ونقفل عليه كويس قوي ونحطه في الفريزر. لما بيطلع يفك انت سهل جدا بتشيلي الواحده كده بتلاقيها طلعت معاكي بكل سهوله. ما بتبقيش حاطه بقى كله على بعضه كده او ملخبطه، وبيبقى اسهل من تحطي وهو نايم كده. لو حابه تحطي وهو نايم كده مفيش مشكله وتعمليه ادوار فوق بعض. اتمنى ان انا اكون فدتكم في النقطه دي، لكن انا هعمله دلوقتي طازه، انا مش هخزنه اهو. انا هكمل بقى اللي فاضل ده مع نفسي زي ما وريتكم الورقه عامله ازاي، سلقها عامل ازاي اهو. لا مهري ولا في اي مشكله ولا متقطع ولا اي حاجه خالص. كتير قلتولي الورق بينهري مننا، الورق بيطلع مش كويس، نحطه قد ايه؟ مش شرط قد ايه، ممكن يكون النار عندي عاليه، النار عندك مش عاليه،
فما اقدرش اقولك حطيها دقيقتين ودقيقتين، انت عينك توريكي. اول ما تلاقي الورق ابتدى يدبل بس، قلبيه الناحيه التانية وطلعيه، ما تسيبوهوش خالص عشان الورق ما ينهريش. ما تنسيش ان الكرنب لسه هتلفيه ولسه هياخد سوا تاني مع المحشي. اتمنى ان انا اكون فدتكم، وانا هكمل باقي مع نفسي. بشكركم جدا، ولو عايزين اي استفسار عن اي حاجه في المحشي تاني بعتولي. وبعتذر بس علشان صوتي، يعني عندي برد. بشكركم جدا، والسلام عليكم.